تعالَ أقول لك على إعدادات سرية في الأدمتة، بحيث إن هي هتعلّي من سرعة أداء الأتمتة بتاعتك، وكمان هتدّيك نتايج دقيقة بنسبة 100%. الإعدادات اللي قدّامك دي بتختلف عن كل نظام، يعني أنت عندك مثلًا OpenAI هتلاقي إن في حاجة اسمها Add Option وهتلاقي فيها 8 اختيارات، وهتلاقي Anthropic هتلاقي فيه 5 اختيارات بس هم دول الموجودين. اشمعنى ده موجود فيه 5، اشمعنى ده موجود فيه 8 وده موجود برضه فيه 8؟ لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن الoption ده اكتب لي بس كلمة تم وابعت لك الشرح وابعت لك السكريبتات مجاني، ويالّا بينا نبدأ الفيديو. يا أهلًا بيكم من جديد، معاكم مروان خليل من NTN بالعربي. النهارده بإذن ربنا هنتكلم عن الاختلافات اللي هتقدر تخلّيك عارف أنت بتعمل إيه في كل نظام هتشتغل معاه. طبعًا اللي عارف يعني إيه AI agent هيبقى فاهم كويس يعني إيه model أو LLM model، بحيث إن أنا لمّا بابعت رسالة للذكاء الاصطناعي بتخش على الAI agent اللي هو الكوبري ما بين الأدوات بتاعتي وما بين الLLM model اللي هو عبارة عن إيه ChatGPT ده الLLM. في طبعًا عندك DeepSeek، في عندك مثلًا Anthropic، في عندك Azure، في عندك كذا حاجة. فأنا كل اللي أنا باعمله باربط الAI agent بالAnthropic أو ChatGPT أو أيًا كان. طب دلوقتي يا إبراهيم إيه الفروقات ما بينهم؟ أنا دلوقتي مثلًا دخلت على OpenAI ماشي، لو دوست على الoption لازم نبقى فاهمين كويس أول حاجة، حاجة اسمها الfrequency تمام. يعني إيه frequency؟ تعالوا كده نروح على الPDF، واللي عايز الPDF ده اكتب لي بس كلمة تم. الfrequency ده بيحدد عدد التكرارات، بيحدد إيه يا جماعة؟ بيحدد عدد التكرارات. يعني أنا دلوقتي مثلًا محتاج إن أنا أحط فيه التكرار 0 ماشي. فالزيرو ده يعني الكلام ممكن يتكرر، خلّي بالك من الكلام ده، وأقصى قيمة ليه 2، ده هيخلّي التكرار أقل إيه، احتمال ماشي. -2 هتشجّع على الاستقرار، يعني أنا ممكن أحط هنا أهوّة في الزيرو ده اللي هو إيه، ما فيش تكرار، -2 هيشجّع إن هو يكرر الكلام، 2 تمام. ده هيخلّي إيه، التكرار ماله عمّال بإيه، بيقل معايا تمام. فده بالنسبة للإيه، للfrequency، والfrequency دي معناها أصلًا تكرار، جميل. طيب في عندنا بعد كده maximum number of token. يعني إيه maximum number of token؟ لو رُحنا هنا أهوّة، خلّيني أفتح الجزء التاني. أول حاجة ده بيحِد من الtokens. يعني أنا دلوقتي مثلًا رايح للتليجرام، راجع لChatGPT. رايح بعد كده على جوجل كالندر، بعد كده راجع على مثلًا تليجرام، حلو. ده بنسميه إيه، التوكن. طبعًا -1 دي يعني بلا حدود، انطلق براحتك ماشي. بس أنا لو عايز ردود قصيرة و يعني على طول تمام، طبعًا بتحط إيه maximum للتوكن رايح جاي، آخرك قد إيه تمام، عشان ما يقعدش شغال، 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 شغال وخلاص. هنا طبعًا زي ما أنتم شايفين إيه، -1. طبعًا أنا لو حطيت 200 تمام، كده هيبقى ليه limit إن هو يشتغل على الإيه، الtokens دي. عندنا بعد كده الresponse format. طبعًا أنا الresponse format سهلة خالص، دي معناها إيه، إن أنا دلوقتي مثلًا لو عايز الذكاء الاصطناعي يطلّع لي يعني أنا مثلًا كتبت له إزيك يا ChatGPT تمام، فبدأ يقول لي والله عامل إيه، أخبارك كويس الحمد لله. ده إيه، ده رَد. فالرد اللي هيطلع ده text والّا JSON؟ text ده اللي هو كلام عادي، JSON ده اللي هو مثلًا كود بيبقى محطوط ما بين إيه، ما بين أقواس كده تمام. ده نوعين من أنواع الإيه، الردود. طب هتفرق معايا؟ هتفرق معايا. الJSON طبعًا لو أنا حبيت إن أنا إيه، أدخّله مثلًا أعدّل عليه، أو إن أنا آخده مثلًا copy وأبدأ إن أنا أعمل له كود، حلو. أمّا الtext لأ، ما ينفعش إن أنا إيه، أعدّل عليه. خلاص أنا كده ما ينفعش إن أنا أنا هاخد الكلام زي ما هو، خلاص. ده بالنسبة للإيه، للresponse format. يبقى إحنا كده خلّصنا معانا إيه، الresponse format. نيجي للي بعد كده حاجة اسمها الpresence. الpresence ده عاملة زي الfrequency كده بالضبط. دي بتعمل إيه بقى يا جماعة، دي بتعاقب ChatGPT أو بتعاقب النموذج بتاع الذكاء الاصطناعي لو كرّر. فعاملة زي الfrequency، يعني أنت لو طلعت فوق على الfrequency هتلاقي إن فيها تكرار تمام. وما ينفعش إن إحنا نستخدم الاتنين مع بعض، يا ده يا ده. النقطة اللي بعد كده عندك حاجة اسمها sampling temperature تمام، ودي معناها إن أنا دلوقتي باضبط العشوائية. يعني إيه باضبط العشوائية المخرجات؟ المخرجات دي اللي هي إيه يا جماعة؟
أنا دلوقتي كلمت ChatGPT تمام، فراح للAI agent، بعد كده راح لمثلًا Anthropic أو ChatGPT بيقول له أهلًا بيك، فطبعًا راح الذكاء الاصطناعي بعت للAI agent قال له رُد عليه قُل له إزيك عامل إيه، تمام. طيب إزيك عامل إيه دي تمام، ده الإيه، الرَد، فده الإيه، الoutput، ده هو إيه يا جماعة الoutput. فأنا هنا أهوّة مثلًا عندي في الtemperature أو في المخرجات عندنا 0 ده يعني بيتنبأ بالرَد ماشي، 1 ده يعني إبداعي، عايزك ترُد رَد إيه، إبداعي. الافتراضي ده اللي هو 7/10 وده قِيَم إيه، بتبقى منخفضة شوية والردود بتبقى أكتر اتساق، والقِيَم العالية بتزيد التنوُّع في الردود. وخلّي بالك كل ده هيكلّفك، يعني أنت لو مشترك في ChatGPT أو OpenAI بقى تمام، وبتدفع له فلوس، هتلاقي إن أنت كل أمّا تزوّد في الرقم ده إيه اللي هيحصل؟ تدفع فلوس أكتر، ما هو أنت علّيت الtemperature، علّيت الحرارة، بقى خلاص بيرُد عليك ردود حلوة جدًا، جدًا، فخلّي بالك من النقطة دي. في عندك بعد كده الtime out، يعني إيه time out؟ لو رُحنا هنا أهوّة عرّفنا الtime out ده الوقت اللي هو بيرُد عليه النموذج تمام، وليه بيتحاسب بجزء من مِلّي ثانية اللي هو 360,000 ده اللي هو 6 دقايق، وبيبقى ليه maximum بحيث إن أنت عايز مثلًا يبقى ليه مدة معيّنة يرُد فيها، ولا تزيد ولا تقل تمام، فأنت بتدّي له time out معيّن. النقطة اللي بعد كده max retry، ودي من اسمها إن أنا أدّي له كذا مرّة، لو هو فشل المرّة الأولانية يعيد تاني تمام، فأنا ممكن لو أنت فشلت إن أنت ترُد أول مرّة، رُد تاني مرّة، فشلت إن أنت تaccess على الأداة دي أول مرّة، خُش تاني حاول إن أنت تaccess عليها. بعد كده عندنا حاجة اسمها الtop B، وهنا الtop B يا جماعة تمام، طَب ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن إن هو بيختار الكلمات، خلّي بالك من النقطة دي تمام، عن طريق احتمالات مجمّعة. طيب وبرضه خلّي بالك بيقيس على حسب برضه الtemperature اللي إحنا اتكلّمنا عليها من شوية، بحيث إن هو يدّيك ردود إيه، حلوة ومقنعة وفي نفس الوقت يقدر إن هو يزوّد من احتمال إن الإجابة بتاعته تكون صح. طَب إيه الفرق ما بينها تمام، وما بين أنا دلوقتي رُحت مثلًا على Anthropic ولو دوست على add option هالاقي في حاجة اسمها top key وenable thinking. enable thinking ده ميزة في Anthropic إن هو يفكّر بنفسه تمام، أمّا بالنسبة للtop key، الtop key ده معناه إن أنا أشيل الإجابات الطويلة أوي، يعني أختصر من الآخر تمام، فهنا طبعًا أنا لو خلّيته -1 طبعًا هيختصر، لو خلّيتها 1 هتبقى الإجابات بتاعتي طويلة أوي، 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 ده بالنسبة للإيه، للAnthropic. طبعًا الoption دي هتفيدك في إيه، هتفيدك إن أنت تخلّي الردود بتاعة الذكاء الاصطناعي أو إن هو يaccess على الأدوات بتاعتك إن هي تبقى دقيقة جدًا، 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 زي إن أنا أعلّي مثلًا الtemperature، ده كده هيستهلك فلوس، بس هيخلّي معايا الإجابات مقنعة، وإن هو يخش على الأدوات بتاعتي ويدوّر عليها كويس جدًا، جدًا، ده هيعلّي الأداء بتاع الautomation بتاعي. طبعًا ده مش نهاية الفيديوهات بتاعتنا، ممكن تنزل تحت في الdescription وتلاقي الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية، حاول إن أنت تشترك عشان ويوصل لك كل جديد، وما تنساش إن أنت تشترك في الكورس بتاعنا، معاك خصم 70%. كان معاكم إبراهيم خليل من NTN بالعربي، سلام.